حبايبي، اخباركم ايه؟ وحشتوني. انا ولا عزت ورجعت لكم بفيديو جديد. فيديو النهارده هنعمل فيه وصفتين سهلين جدا يتحطوا جنب الاكل. هنعمل فيه مخلل البصل، وهنعمل فيه كمان بنجر بطريقه حلوه كده زي المخلل برضو. هنحطه جنب الاكل، بس ما ننساش اللايك والشير والاشتراك في القناه. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي. اول حاجه احنا هنجيب البصل اللي هو القوارمه اللي هو الصغير ده، اللي هو الاصفر مش الاحمر. تمام كده؟ تمام. وهنغلي ميه على البوتاجاز. هنغلي بقى، هنجيب كيلو بصل له 4 كوبايات ميه مغليه. خلاص، زي ما احنا شايفين كده. وبعدين هنحط عليهم بقى 4 معالق كبيره خل. الخل ده هيعمل على ان البصل هيبقى لونه ابيض وفاتح كده وجميل. وهنحط كمان معلقتين كبار ملح. تمام. وهنغلي البصل فيهم لمده 10 دقايق. نحط البصل بيتحط بقشره بعد ما نغسله، يعني نغسله بقشره كده عشان خاطر لو في تراب او حاجه ينزل. يعني ما نقشرهوش ولا اي حاجه، ولا نشيل الحته اللي تحت ولا اي حاجه. خلاص، هنحطه بقشره كده 10 دقايق. بعد ال10 دقايق ما نسيبه 10 دقايق، هننزله من على النار ونحط عليه ميه بارده علشان خاطر يوقف عمليه السلق بتاعته. العمليه دي طبعا بتسهل عمليه التخليل بسرعه، مش بيقعد مده طويله. الاول كنا يعني كان البصل بنقعده كتير قوي عشان خاطر يستوي. تمام. تمام. بعد بقى ما طلعناه هنعمل محلول حلو قوي. المحلول ده عبارة عن 4 كوبايات مية باردة أو مية من الحنفية يعني، عليها كوباية خل، عليها معلقتين كبار سكر، وعليها 4 معالق كبار ملح. تمام. طبعا يفضل ان احنا نستخدم الملح الصخري في التخليل. وهنقلبهم بقى مع بعض. وبعد كده طبعا احنا قلنا هنغلي البصل 10 دقايق، وبعدين نحط عليه مية باردة عشان نوقف عملية السلق. وبعدين نبتدي نقشره، نشيل القشرة الخارجية بقى وننضفه ونغسله كويس تاني. تمام. وهوريكم شكله عامل ازاي بعد التقشير. شايفين بقى شكله اهو. قشرته وجبت برطمان معقم نضيف وحطيت فيه البصل بتاعي بعد ما اتقشر. وبعدين هصب عليه المحلول اللي انا عملته. تمام كده. واغطيه كويس قوي. ده هيقعد معايا اسبوع ونبتدي ناكل منه. وصفة سهلة وبسيطة وحلوة قوي. مش هتكلفنا حاجة بدل ما نشتريه يعني من المحلات بقد كده. تمام. تمام. الوصفة التانية بقى معانا هنعمل فيه البنجر، وهنشوف هنعملها ازاي. بس قبل ما نعمل بقى، اللي ما عملناش لايك ينزل يعمل لنا لايك دلوقتي. تمام كده. البنجر برضو يا جماعة انا بسلقه بحاله، ما بقشرهوش ولا اي حاجة، بحط عليه مية وبسلقه بحاله. مش بدخله في السليق قوي، يعني بسيبه فيه قرشة بسيطة. خلاص، بسيطة قوي يعني. وابتدي اقطعه مكعبات واقشره بالشكل اللي احنا شايفينه ده. تمام. ما بقشرهوش وانا بسلقه عشان يتنيه محتفظ بلونه. وبعدين هحط عليه كمون وملح. دي خلطة كمون وملح انا عاملاها. وهقلبهم. سهلة وبسيطة وبطعمه حلو قوي. وحطيت عليه كمان شوية ليمون وكمان شوية خل. مفيش اسهل ولا اجمل من كده. وبرده ممكن احطه في برطمان بالسوائل بتاعته اللي هي نازلة منه دي، بتاعت الليمون والخل. واخد منه وقت ما انا عايز، برطمان بغطا كده، واخد منه وقت ما انا عايز. احطه على السلطات، احطه جنب الاكل كده زي المخلل. تحفة 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 جدا. وطبعا مغذي جدا. يا رب تكون فيديو يا رب تكون فيديوهاتي عجبتكم والوصفتين يطلعوا حلوين. متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة. وتابعوني على كل حساباتي، على تيك توك وعلى كواي وعلى الانستجرام وعلى الفيسبوك وعلى طبعا اليوتيوب. سلام.